ازاي بتعمل خلطة الكونكريت؟ حد هنا بيسألنا بيقول الخلطة الإسمنتية ازاي عملوها؟ عملت كل حاجة بجوجل مفيش فايدة. في الحقيقة عشان تعمل خلطة كونكريت من اللي انت بتشوفها بتطلع تجزيع ألوان وتقسيمات حلوة، دي حاجة شبه مستحيلة. اه تقدر تعمل خلطات والخلطات كتيرة جدا جدا، لكن عشان تعمل حاجة عندها وقت تشغيل وعندها صبغة كويسة للون وعندها تماسك قوي وعندها صلابة كويسة وعندها لمعة وما فيهاش خشونة، ما فيهاش فقاعات هواء تخليها من جوه فاضية فتبقى خفيفة، وعندها صلابة، عليها بودرة إزاز وفيها ماربل وفيها بودرة فايبر جلاس عشان تديله صلابة. عشان تعمل خلطة فيها الحاجات دي كلها، دي حاجة غالبا صعبة، ولو عملتها مرة مش هتقدر تعملها التانية. فأنت ريح دماغك واشتري حاجة جربها موثوقة وتطلع معاك حلوة، حافظ عليها، لأن مهما حصل اللي أنت عايز توفره عمره ما هيجي حاجة جنب اللي أنت هتكسبه لو عملت حاجة شكلها حلو. المهم إن أنت يبقى معاك خلطة كويسة جدا تقدر تخليك تطلع حاجات شكلها حلو قوي، تسعر براحتك، تعمل انتاج جميل جدا. ولو عايز بقى تعرف نصايح اكتر عن الريزن والكونكريت تقدر تعمل لنا فولو، هتلاقيني بقول لك معلومات بشكل يومي تخص المجالات دي.